مساء الفل عليكم واهلا بيكم حبايبي في قناه بيتو تشانل. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي وسريعه وفي حله واحده. زي ما انتم شايفين كده، شويه زيت مع معلقه سمنه او زبده وهبتدي اسيحهم. وصفتنا النهارده وصفه جميله وسريعه للموظفين وكده. معايا هنا التوابل اللي هحطها، معايا ورق لورا اهو زي ما انتم شايفين، الحاجات دي بتتجيب من العطار. معايا حبهان حب وفتحه صغيره كده فيه، ومعايا القرنفل، كام مسمار قرنفل كده، واللومي اللي هو الليمون المجفف. ولو عندك صوابع قرفة حطي كام صباع اللي هو الخشب القرفة ده، 2 مثلا ولا حاجة. فهنزل كده بالتوابل الحصى اللي هي مش مطحونة، وهبتدي اشوحها كده لحد ما تدي الريحة، تطلع ريحة كده تشويحة بسيطة لحد ما ريحة التوابل تطلع مع الزبدة والسمنة اللي احنا مشوحينهم فيها. اوكي، بعد بقى ما انزل بعد ما تطلع ريحتها هبتدي انزل بايه، هنزل باللحمه بتاعتي. احنا هنعمل النهارده الكبسه السعودي بس بطريقه سهله وبايدين مصريه. عندي هنا قطع اللحمه انا مقطعاها قطع صغيره، ما بحبهاش قطع كبيره، فانا مقطعاها قطع صغيره. دي بقى ترجع لك انتي، تمام. واللحمه فيها دهن بسيط. طبعا السعوديين بيعملوها بلحم الغنم اللي هو اللحم الضاني، وساعات بيعملوها بالعظم، وساعات تبقى كده، فاللي انت حابه اعمليه. المهم نزلت كده اللحمه وهخليها تاخد صدمه والنار عاليه، على اساس الصدمه دي، بصوا القطع صغيره ازاي، على اساس الصدمه دي تخليها ما تفقدش السوائل بتاعتها، وبعد كده تبقى مجلده وناشفه في الاخر. اوكي، فهديها صدمه على الوش ده، وبعد كده هقلبها على الوش التاني تاخد صدمه. شايفين كده الكاميرا واضحة اكتر، تمام. انا قلت نشوف وصفة كده تنفع في ايام المدارس وتكون مغذية وفي نفس الوقت سريعة وسهلة، وينفع تقدميه على فكرة في اي عزومة او حاجة. انا كده قلبت على الناحية التانية، شايفين اهو. اوكي، تاخد صدمة على الجنب التاني. بعد بقى ما شوحتها شوية كده وقلبتها، ابتدي انزل ببصلاية مقطعاها مكعبات. البصلاية بقى كبيرة وسط صغيرة براحتك، دي على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. وحطيت معلقة صغيرة من الثوم الفريش اللي انا مفرزاه. اوكي، وبعد كده تقليبه كده لحد ما البصل دبل. انا سرعت الفيديو لحد ما البصل دبل، ابتديت انزل طماطمايه او طماطمتين مكعبات برضو متقطعين. هاجي بقى التوابل البودر بتاعتي. توابل البودر عبارة عن بصل بودر، توم بودر، كزبرة ناشفة، كاري، بابريكا، فلفل أسمر، شوية حبهان مطحون، وشوية كمون بصوت. كل الحاجات دي مطحونة. ممكن تستغني عنها وتجيبي توابل الكبسة من العطار وتحطي معلقة كبيرة. بعد كده بعد ما قلبتها مع اللحمة والحاجات اللي احنا عملناها، هبتدي انزل بمية سخنة. المية السخنة نزلت بيها وسبتها بقى. اول ما غليت هديت عليها النار وسبتها لحد ما اللحمة تستوي. دي اهم حاجة في الوصفة، ان اللحمة تستوي كويس. وشايفين المية نقصت خالص ازاي. انا طبعا كل الوصفة دي ما حطيتش الملح عشان الملح ما يطولش في السوى بتاع اللحمة. دلوقتي بقى بعد ما اتأكدت ان اللحمة استوت، حطيت معلقة الملح ونزلت بقى بالرز البسمتي. انا غسلاه ومصفياه، ما نقعتش رز بسمتي خالص. معايا كده حوالي نص كيلو رز بسمتي، يعني حوالي 3 كوبايات نزلت بيهم. وهقلب كده. انا نزلت طبعا في المية، لقيت المية قليلة شوية فهزود شوية مية، ولازم يبقوا سخنين برضو عشان هفلفل بقى الرز. فمنسوب المية لازم يبقى اعلى من الرز بحاجة بسيطة، يعني يدوب كده بعقلة صباع، تمام. والميه لازم تبقى مغليه. لو الميه كانت بعد سوى اللحمه، لو الميه كانت كتيره كان بالمغرفه لازم تنقصيها، تمام. فاحنا بنظبط الميه على قد الرز ما يتفلفل، يدوب زياده عن الرز بحوالي عقله صباع، تمام. هسيبها بقى كده تاخد غلوة. وبعد ما خدت الغلوة هبتدي اقلبها، وابتدي ان انا اوطي خالص النار على شمعة اكني بفلفل اي رز، وهحط الشياطة بتاعتي.
واسيب الدنيا بقى تستوي براحتها لحد ما الرز يبقى تمام. اوكي خلاص انا بقى هغطي وسبتهم يتشربوا. خلاص الوصفه كده بتاعتي خلصت. هنشوف النتيجه. ادي النتيجه غرفتها في الاطباق. عاوزه اقول لكم الريحه خطيره. لو انت عاوزه اللون الرز يبقى اصفر هتضيفي معلقه من الكركم. عاوزاه بلونه الطبيعي اوكي. طبعا الوصفة ممكن تتعمل بالفراخ بدل اللحمة، يعني الكبسة بتتعمل بالطريقتين. بيضيفوا عليها حاجات تانية، بس انا ايه قلت نعملها كده حاجة سريعة يعني من غير تكلفة زيادة ولا إضافات تانية. بس هقول لكم برضو إيه اللي ممكن يضيفوه. بس تعالوا نشوف الأول. بصوا الرز في الحلة أهو مفلفل جدا وجميل. وهنشوف اللحمة وهندوق مع بعضينا دلوقتي. ساعات بيضيفوا بقى عصير طماطم، بيضيفوا فلفل حامي، بيضيفوا جزر. وطبعا في الاخر خالص للزينه بيضيفوا بقى المكسرات بقى والزبيب وكده. بس انا عملتها بخطوات سريعه والنتيجه زي ما انتم شايفين. عاوزه اقول لكم ريحتها رائعه جدا. طبعا هندوق مع بعض دلوقتي. لو في اي حاجه بقى زي ورق اللورة كده بنبتدي نشيله. اللومي هيقابلك شيليه، حبهان الكلام ده بتشيليه. تمام. وبالنسبة للتوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها اللي هي المطحونة، بنحط نص معلقة صغيرة من كل حاجة ما عدا البابريكا معلقة كاملة، والحبهان طرف المعلقة، ولو هتحطي جنزبيل مطحون برضو طرف المعلقة. رز طعمه خطير وريحته جميلة جدا ويعني طعمه تحفة بجد. تعالوا بقى نشوف اللحمة، ودي أهم حاجة عندي. هي سخنة جدا، بصوا مستوية قوي بس هي مولعه. عاوزه اقول لكم يعني مسكتها بالعافيه مولعه. بس دي اهم حاجه، لازم ما تستعجليش على اللحمه. لو اللحمه كانت محتاجه ميه واخده سوا، زودي لها ميه سخنه قوي، خليها تستوي براحتها، وبعد ما تتاكدي ان هي استوت تقومي ضايفه الرز وتكملي بقيه الخطوات. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير، والى اللقاء.